نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن حبيبنا وقائدنا وقدوتنا ورسولنا خاتم النبيين وخاتم الرسالات محمد صلى الله عليه وسلم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. أما بعد، فإخواني، حديث الساعة انتهى 2020، وهيا نهنئ بعضنا البعض بهذا الإنجاز العظيم، ولنتمنى، ولا أقول ندعو، ولنتمنى أن يكون 2021 خيرا من الذي سبقه. ما هذا؟ كيف يقول مسلم هذا؟ كيف يلوم عاما على ما مر فيه؟ كيف يلوم الزمن ولا يلوم نفسه؟ قولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله. في علم النفس إخواني، وفي علم القيادة، وفي علم الإدارة مفارقة عظيمة. الناجحون دائما يلومون أنفسهم، والفاشلون دائما يلومون غيرهم، وعمره ما يلوم نفسه، في حين أن في القرآن إشارات واضحة ودلالات واضحة أنك إن كنت لائما شخصا فلتلم نفسك. يقول الله تعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم في سورة آل عمران: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. حديث الساعة، الكل يلوم 2020، الكل يقول ما هذا العام النحس، ما هذا، وكلكم يسمع ذلك. من منا انتهز 2020 حتى تكون فرصة ليحسن من نفسه؟ من منا تعلم مهارات جديدة في 2020؟ من منا كان في 2020 أقرب منه إلى الله وأقرب إلى هدي نبيه صلى الله عليه وسلم؟ لا تلومن 2020، ومن كان يلوم 2020 فيمكن أن يكون 2021 أتعس من 2020. وفينا من كانت 2020 خير سنة في حياته، وفينا من كان حتى من الناحية المادية، حتى من الفلوس، كانت 2020 كأغنى ما يكون. لماذا هو ولماذا أنت؟ أنا لا أدري من الذي يستمع كيف كانت حاله، ولكن عندنا ثوابت. في سورة الأنفال يقول الله تعالى: ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى ماذا؟ حتى يغيروا ما بأنفسهم وأن الله سميع عليم. هذه الآية في سورة الأنفال تؤكد أن كثيرا من تغير الأحوال إلى الأسوأ إنما يكون بقلة شكر النعم. يقول الله تعالى في سورة إبراهيم: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. قد يكون حال كثير منا ذهبت إلى الأسوأ لأنه لم يحسن التصرف، لأنه لم يحسن شكر النعم التي كان فيها. هذا إذا اعتبرنا أن 2020 كانت بحق سنة عصيبة على المؤمنين،
لكن فينا من يرى غير ذلك، فينا من يرى أنها بوادر نصر لهذه الأمة وبوادر تغيير لما هو أفضل لكثير منا. لعل 2020 التي فقد فيها الوظيفة كانت الحافز أو السبب الذي جعل الله به يذهب إلى وظيفة خير منها. لعل 2020 التي كانت في وظيفة راتبه قليل فيها، والوظيفة عموما تمشي مع الفقر في خطين متوازيين يلتقيان يوم القيامة. لعل الله يريد بك أن تغير الوظيفة بتجارة، لعل الله يريدك أن تصبح أنت صاحب العمل. ف2020 ليست سنة سيئة بهذا لو نظرنا إليها من هذا. لعل 2020 تجعل منا من يراجع نفسه مع الله ويستغفر ويتوب. الله يقول وأن الله سميع عليم. يا أخي حتى لو فقدت من النعم ما فقدت، الله سميع، يسمع ماذا؟ يسمع دعائك، عليم، يعلم بحالك. فلعل 2020 هي بداية كل خير. الناس تنظر إليها 2020 واحتفالات ب 2021 ويا ربي لا يتكلم المروكي من أعوذ بالله. ما هذا؟ ما هذا؟ والله مهازل. كيف نغير أنفسنا؟ ذكر الله في سورة القصص بعد أن ذكر في مطلعها فرعون وجبروته وأنه فرق الناس وجعلهم شيعا يستضعف طائفة منهم، ثم ذكر كيف أرجع بني إسرائيل من العبودية إلى أناس يحكمون العالم، فقال ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض. الله ينظر إلى حال المسلمين في زمانها في ذلك الزمان، يريد أن يغيره من الضعف. فكيف كانت المراحل؟ ونجعلهم أئمة، أصلح لهم دينهم، ونجعلهم الوارثين، ورثوا الأرض المقدسة، ونمكن لهم في الأرض، ومكن لهم في الأرض. لو أردنا أن ننظر في التفاصيل نذهب إلى سورة البقرة. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى. الحكاية تصير بعد موسى تقريبا ب400 سنة. كانوا مستضعفين في الأرض ويقتلوا بعضهم بعضا، وليس فيهم نبي لأنهم كانوا يقتلون الأنبياء، وليس فيهم ملك لأن الله شردهم. فماذا فعلوا؟ ابتهلوا إلى الله أن يغير حالهم من الذل الذي هم فيه. فماذا فعل الله؟ بعث فيهم نبي الله، قيل شمعون وقيل صموئيل. فهذا النبي جاءوا قالوا يا صموئيل أو يا سمون أو يا شمعون ادعوا لنا الله. بماذا دعوا الله؟ ادعوا لنا الله أن يبعث فيهم ملكا. لماذا؟ يقاتل في سبيل الله، علموا أن ذلهم وضعفهم لا يحله إلا الرجوع القوي إلى كتاب الله وسنة الرسل من قبلهم. فاستجاب الله وبعث فيهم من؟ طالوت. ولو نظرنا في التفاسير لم يكن أحد يوما يتصور أن طالوت الدباغ وقيل هو السقا يصبح ملكا على بني إسرائيل وينصرهم به الله ضد جالوت من أكبر الجيوش وجيشه في ذلك الزمان. ثم بعد ذلك آل الملك إلى داود، ثم آل الملك إلى سليمان، وقال الله نعم العبد بما ذكره إنه أواب. كان لما يخطئ أو يظن أنه أخطأ يرجع إلى الله. فتوبوا إلى الله من كلمة قبيحة هي ذم 2020. ولوموا أنفسكم لوما بناء، لوما يجعلك تنظر في نقاط الضعف فيك ويدفعك أن تكتسب علما ومهارات تقربك إلى الله وتجعلك من عباد الله فاعلين على الأرض. اللهم اغفر لنا وارحمنا. الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر. إخواني،
كل المؤشرات على الأرض تنبئ بقرب علو هذا الدين على كل الأديان إن صحت العبارة. لماذا؟ لأن عادة ما تكون الفكرة ضد الفكرة أو الفلسفة ضد الفلسفة. فإذا رأيت أعداء الإسلام في الدنيا كلها يلجؤون إلى القوة، يعني قبل كانوا فكر مع فكر، الآن أصبح قوة ضد فكر. لو نظرنا في الصين اعتقال الملايين من المسلمين، لماذا؟ لو نظرنا في أوروبا، فرنسا اليوم التي كانت منذ أسابيع تسب نبينا صلى الله عليه وسلم، اليوم هي تغلق المساجد وتغلق المدارس الخاصة الإسلامية. لماذا؟ اللجوء إلى القوة اعتراف بالهزيمة الفكرية. فهذا الدين يوشك أن ينصر، وعليك أخي المسلم وأختي المسلمة أن تكون ممن ساهم في ذلك. كيف؟ التوبة إلى الله. نتوب إلى الله من ذنوب نحن عليها، ذنوب قد حتى لا نعلمها، وتكون من سوء الظن بالله وأنت نازل. 2، نكون عباد الله إخوانا، أن نسعى في دنيانا حتى نكون بحق خير أمة أخرجت للناس. 3، أن نتعلم ديننا. يا أخي لما تقول له هل أخرجت الزكاة؟ تقول لي أخرجتها في أبريل. يا أخي عن أي أبريل تتحدث؟ الزكاة الرزنامة الشرعية هي الرزنامة القمرية. شوية فقه. عدة المرأة الطالق أو المرأة التي مات عنها زوجها 3 شهور قمرية وليس مارس وأبريل، وإن كنت يجوز استعمالها لحساب الآجال والعقود وغير ذلك يجوز، ولكن لا تنسى أن العام الشرعي هو العام القمري. في أي شهر نحن؟ والله لو سألت أكثرنا لا يعلم أننا في جمادى الأولى. نسأل الله أن يتوب علينا. اللهم اغفر لنا وارحمنا وعافنا واعف عنا. اللهم تب علينا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم حرر أقصانا بأيدينا واجعلنا أهلا لذلك يا رحمن يا رحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا يا رحمن يا رحيم. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام